وش مولعة. مولعة، الإضافات على الأصفر مولعة. فدوة فدوة يبي. مولعة مولعة. فيها رجال تحبها الكويت الكويت. عبد الله ارحب. الساعة 4:44 الله أكبر. يلا يا جماعة كبسوا شيروا وشيكوا على المعرض، ترى مرة سهل. تكبيسات شير. على كل ليل برة في أحد أحياء الرياض الهادئة عاشت ملكة، امرأة في منتصف الثلاثينيات، كانت قد أغلقت صفحة زواج طويل لم يترك في قلبها سوى التعب والرغبة في البدء من جديد. في صباح مشمس من أيام الربيع قررت ملكة أن تخرج للتنزه والتسوق. اتصلت بالسائق الذي تستعين به أحيانا، شاب يدعى ياسر في 25 من عمره. وصلت ملكة إلى السيارة مرتدية عباية سوداء مطرزة بخيوط ذهبية خفيفة. عندما فتح ياسر لها الباب تبادلا تحية عادية، لكن عينيها استقرتا عليه لثانية أطول مما ينبغي. كان وسيما بطريقة بسيطة. ركبت السيارة، أغلقت الباب بهدوء، ثم وبعد دقائق من الصمت بدأت تشعر بشيء غريب يتحرك داخلها. بدأت تفك أزرار العباية العلوية ببطء كأنها تشعر بالحر، ثم أرجعت الطرفين جانبا قليلا. ظهرت تفاصيل الفستان الضيق الذي ترتديه تحته، منحنيات خصرها، خط صدرها الممتلئ، بشرتها الناعمة التي تلمع تحت ضوء الشمس المتسلل من النافذة. لم تكن حركاتها صريحة بشكل فج، بل كانت محسوبة، ناعمة، كمن يرسم لوحة ببطء. في المرآة الداخلية لاحظت أن ياسر بدأ يرمش أكثر من المعتاد. يداه على المقود أصبحتا مشدودتين قليلا، وكان يحاول بجهد واضح أن يبقي عينيه على الطريق، لكنه لم يستطع منع نفسه من نظرة خاطفة سريعة، ثم أخرى، ثم نظرة أطول. الحر اليوم مو طبيعي، صح؟ قالت ملكة بصوت هادئ وكأنها تتحدث عن الجو فقط. أيوه، فعلا حارة، أجاب ياسر وكأن صوته خرج بصعوبة.